في الفيديو دوت هنتكلم عن ملحوظة صغيرة جدا ولكن ممكن تفرق معانا كتير جدا واحنا بنقوم ب يعني واحنا بنعمل تيم ليدرشيب او ان احنا بنمانج الفريق بتاعنا. وهي ان احنا نفتكر ان نبتسم في وش الناس، عشان خاطر في احيانا كده مديرين اللي هو ايه يو اصطبحنا كده، اللي هو اول ما نبص في وشهم كده اللي هو ايه نتخض، هو جاي يعمل لنا فيلم رعب او هو متخيل ان انا عشان خاطر اكون مدير جامد جدا محتاج ان انا ما ابتسمش في وش الناس. لا يا جماعة، الموضوع كله ان احنا محتاجين نبقى بنبتسم في وش الناس because nothing is personal. يعني حتى لو في تاسك معينة انا بجادل حد فيها او موقف معين احنا متنشنين فيه سوا، ده مش معناه ان الموضوع personal وان انا بعد ما اخلص الميتنج هقوم رايحة مكشرة في وشه باقي اليوم. الموضوع ما بيمشيش كده يا جماعة. احنا في الوقت ده في المهمة دي او في التاسك اللي احنا بنتكلم فيها انا ممكن اكون مديه وش حازم جدا وتون اوف فويس حازم جدا، ولكن ونفذ العواقب ونعمل الخصومات ونعمل كل حاجة. ولكن ده مش معناه ان لما الشخص يجي لي تاني يوم يقول لي صباح الخير ان انا اقوم باصه الناحية التانية واللي هو انا مخصماك. ما فيش الكلام ده في الشغل يا جماعة. عشان خاطر نمنتين او يبقى عندنا علاقة سوية وبروفيشنال مع الناس، محتاجين ان احنا دايما نكون بشوشين او ان احنا نكون مبتسمين في وشهم. ولو في حاجة تتطلب الحزم مفيش اي مشكلة جدا، زي ما بندلع بنلسوع، مفيش اي مشكلة اطلاقا ان احنا نعمل حاجة زي كده. فالنوت اللي احنا هنكتبها مع بعض المرة دي ايه؟ ان احنا to smile to people. اللون الاصفر ده كده مش باين خالص، فاحنا ممكن نخليه باللون الاسود كده علشان خاطر يبان. فحابة افكركم ان في سكشن كامل عن القيادة التربوية على القناة، ده غير كورسات تانية في إدارة الفصل وحاجات كتير بقى، والتقييم وازاي نعمل ديمو وازاي نخطط للدرس وحاجات ليها علاقة بالكارير ادفايزنج. فعايزين نروح نشوف كل الفيديوهات الحلوة الجميلة المقطعة اللي على القناة دي علشان خاطر تساعدنا ان احنا ندخل انترفيوز اكتر، نتقابل في اماكن شغل بإذن الله، وناخد مرتبات افضل عشان الظروف صعبة جدا والموضوع مش هيتحمل ان احنا نبقى مكبرين دماغنا عن العلام. العلام حلو والله، فمفيش اي مشكلة ان احنا نروح نتفرج على شوية فيديوهات وان احنا برضو نرشحها لاصحابنا علشان خاطر يشوفوا هما كمان فيديوهات وكلنا نشتغل وكلنا يجينا فلوس ونبقى عايشين عيشة كويسة بإذن الله. شكرا ليكم، كان معاكم في الفيديو ده أولى بسمة، ويلا اقعدوا بالعافية. السلام عليكم.